السلام عليكم. النهارده هوريكم طريقه حلوه وسهله قوي في تقطيع الكرنب من غير ما نهدر منه 200 ورقه. انا الفكره دي شفتها من فتره كبيره قوي وبقيت بعملها بالطريقه ديت من ساعه ما شفتها، وحبيت كمان اقول لكم انتوا كمان عليها يمكن تستفيدوا منها. بس قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفوني انا ايمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، ويلا بينا نبدا على طول. هنجيب الكرنبايه اللي عندي دي، انا كنت مفكراها عملاقه تعمل فونتاز، بس اتاري الورق اللي بره هو اللي مكبر الموضوع وما جاتليش بالمنظر ده قبل كده. نقطع بقى القصبه الهوائيه بتاعتها ونشيل الورق الكبير اللي بره دوت. نشد ونقطع نشد ونقطع، مش عايزه اقطع بالسكينه علشان ناشفه قوي، وانا ايدي كده بصراحه بتسرح مني وممكن اغزها لجوه وتبوظ. بس كده مية مية. نحدد بقى المقاسات عشان تطلع ايه قد بعض، وبعدين نقطع الجزء اليمين ونقطع الجزء الشمال، وبعدين بقطع الجزء اللي في النص حتتين او جزئين يعني، وبعدين كل قطعه بقطعها مربعات كده اهو. بعد كده بقطع الجزء الناشف اللي بيبقى جوه خالص ده من تحت، مش برميه لا طبعا، انا بخلله. شايفين بقى لما تقطع بقى شبه حته الكيكه ازاي، متقطع كده متساوي الاضلاع والزوايا، ومفيش اسهل من كده. قطعت كرنبتين بهذا الشكل وهكذا تكون الكميه. ناخذ القلابيز الناشفه ديت ونخللوها، بتبقى طعمها ايه ولا من احلى المخللات. بسلق بقى ازاي؟ باخد كل مجموعه بمسكها بالماسك كده، بس بمسكها كويس قوي علشان ما يقعوش من بعض، وبعد كده بحط كمون في الميه وعود من القرفه لو مفيش خلاص، وبفضل ماسكه كده لمده دقيقه واحركه كده بالراحه علشان الميه تدخل جواه، وطبعا هو على النار. وممكن كمان احط مجموعه في الحله كده جنب بعضهم، بس نخلي بالنا علشان ما يفكوش من بعض ويفضلوا متماسكين كده مع بعض ومتساويين. بحركهم بالراحه خالص مولس. وبس كده خلاص. اسهل من كده مفيش، في احلى من كده برضو مفيش. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.